عارفه يا بت منى، وحشني قوي قوي البطايه اللي انت بتعملها لي دي. بصي ريحتها كده وطعمها جاي على لساني. بصي بصراحه موت موت بجد. انا عمري ما اكلت في حياتي في اي مطعم ولا في اي مكان بط زي اللي انت بتعمليه. تسلم ايدك بصراحه. وانت فاكر الوكل اللي هتاكله في المطاعم ده واكل، ولا البيح اللي هتاكله بره ده بيح؟ يا بابا الوكل الفلاحي مفيش احلى منه. البيح اللي بعمله لك ده بيح مزغطاه امي بالفول والعيش البايش والربيع، واعمل لك البطايه كده غرقانه سمن بلدي، من جوه سمن بلدي ومن بره سمن بلدي. بغض النظر بصراحه على العيش البايش والربيع وانا مش عارف ايه اللي انت بتقوليه ده، بس هو في الاخر يعني انا باكل بطايه بصراحه ترم عظمك. والله ما شفت زيها بره. البطايه بلدي صح على ابوها. بس انت يا ضنايا صحتك ما بقتش جدعه، وجسمك مش جاي على الصيام، وشك بقى كد النعويته. ايه يا بنتي كد النعويته ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه كد النعويته ووشك مش جاي على الصيام وبطلانه؟ ايه اللي بتقوليه؟ كد النعويته كد النعويته وشك كش. وش كش؟ كش. وش كش ازاي؟ ايوه وشك كش يا ولدي. بس ما تخافش هعوضك ده كله، بس نفطره. بص كل يوم اعمل لك حاجات بالسمن البلدي يرم عظمك. تخافش. هو احنا لسه اصلا الصيام بقاله كتير، يعني لسه فاضل لنا يمكن بعد عيد اخواتنا عيد الفطر، احنا بقالنا يمكن لسه قدامنا 25 يوم تاني عشان عيد الايام. اي ده موضوع طويل بصراحه. يعني انت وش كش جامد انا. اي كد النعويته. طب ده على كده عقبال ما نفطر مش هلاقي وشي خالص. وشي كده هيختفي، هبقى عامل زي مسمار الشيشه. اي ايه مسمار الشيشه دي؟ مسمار اللي قد كده هو ده. اي يا انت عارفه منى صح؟ انا وحشني بجد الوقفه كده عند الفرارجي والجزار، واللي هو تعالى حته لحمه، طب وهات لي فرختين وهات لي مش عارف بطايه ومش عارف ايه. ايه؟ ما احنا رايحين دلوقتي. رايحين دلوقتي فين؟ عند الجزار وعند الفرارجي اللي هتقول عليه. يا بنت احنا لسه قدامنا شهر. لا يا اخويا ما اعمل حسابك ان احنا بكره نازلين العصريه البلد، مش هنتاخر زي ديك النهار. الله ونزل البلد ليه؟ ايه اللي نزلنا البلد اصلا؟ نعيده. ماشي لما يجي العيد ان شاء الله بننزل البلد نعيد عليهم ونيجي. عيد على مين؟ انا بكلمك على عيد الفطر. عيد فطر ايه اللي نعيده احنا؟ يا بنت احنا مسيحيين. يا فجعتي هفهم فيك الميتة. فجعتك ايه يا بنت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وتفهميني ايه؟ احنا هنعيده في عيد الفطر مع اخواتنا المسلمين. ليه؟ عشان هم هيعيدوا معانا برضك. ده فين الكلام ده؟ مش فاهم. احنا عايز نعمل ايه يعني؟ احنا كلياتنا بنعيدوا مع بعض. انا مش فاهم انا ايه الامتزاج اللي في كل حاجه ده؟ مش فاهم انا ايه يعني. يا بنت عيد الفطر لاخواتنا مسلمين واحنا بعدين على ايوه طول هنعيد معاهم. انا عايد ازاي معاهم؟ انت عايز الناس تاكل وشنا. انا يا بنت مش فاهم. انا مش فاهم ايه الامتزاج اللي في كل حاجه ده. هو ليه كل حاجه لاخواتنا مسلمين عيد نروح نعيد، فطار نفطر، مش عارف ايه اكل ناكل، زينه نزين، صيام نصومه. وصيام ايه ليه يعني؟ يعني يبقى الباب في الباب واكلنا واحد مع بعض، ونفطروا مع بعض ونتغدوا مع بعض ونتعشوا مع بعض ونصوموا مع بعض، ومش عايزنا نعيدوا مع بعض. يا بنت ما احنا عيدنا خلاص بعديها بشهر. يعني انت اللي معترض، انت اللي معترض على العيد. ما اكلتش قطايف وكنافه اللي عملتها لك انا في البيت؟ اكلت طبعا. ما اكلت ليه قطايف وكنافه؟ انت هتشاركهم. ماشي، ما احنا بنحب اجواء رمضان والاكل والحاجات دي بنحبها يعني. والعيد الفطر مش عايز تعيد؟ مش فاهم يعني. طب يعني احنا هنعمل ايه في العيد؟ هننزل البلد ونجيبوا كام حاجه كده من هنا من الجزار ومن الفرارجي، علشان نودوهم لاخواتنا المسلمين نعيدوا عليهم، ندخلوا عليهم بحاجه. وكمان نجيب لي كام جلابيه انا والبت نرجس والبت سعديه والبنات بتوع الحاره بتاعتنا. تجيب الجلابيه؟ ايوه عيد معاهم، ولازم تكون شكل واحد. ازاي يعني؟ شكل واحد يعني تكون هي الجلابيه عشان نطلع مع بعض كلياتنا كده شكل بعض. كورال هيبقى ماشي في الشارع؟ يعني انت يا مرنا عايزانا نجيب طلبات واكل وشرب ولبس وكل ده وننزل بيه للبلد عشان عيد الفطر؟ ايوه. معنى كده ان انت هتكسري صيامك؟ تمام. هنفطر لحد بقى ايه العيد ما يعدي، وبعد كده نرجع نصوم تاني لحد العيد بتاعنا. طبعا انت كده كسرت الصيام. مش هينفع. صيام ايه؟ صيام ايه اللي اكسره؟ انا اكسر صيامي؟
امال هنعمل ايه؟ امال انت الحاجات دي تاكليها ازاي؟ ما كل ده مش فطار. هاكلها، دي هنعملوها احنا، نشتروها ونعملوها ونعملوا الكحك والبيتيفور والحاجات دي وندوها لاخواتنا المسلمين. يعني احنا مش هناكل منها؟ لا احنا نعيدوا بس، يعني في اليوم العيد نفسه هنبقوا لابسين لبس العيد وبس. ايه اللي راجع علينا احنا بقى كده؟ هنهيصوا. يعني احنا في العيد هم هيجيبوا لنا لحمه وفراخ ايوه هيجيبوا يا اخويا، هيجيبوا عمرهم قصروا. فين بقى؟ ما حدش جاب لنا. انت كنت معايا في البلد قبل ما تتجوزني يا اخويا، هيجيبوا عمرهم ما قصروا في حاجه. يعني العيد اللي جاي يعني في عيد القيامه بعدها بشهر هيجيبوا لك في شم النسيم؟ وبيجيبوا في شم النسيم وبنطلع وبنتفسح وبنسهر للصبح وناكلوا فسيخ وملوحه. عارفش انت نرجس وسعديه البنات دول الله يبارك لهم، هيجيبوا لي ايه انا في يوم شم النسيم؟ صندوقين كد كده فسيخ وملوحه ورنجه وبصل اخضر، ونقعد ناكلوا في الوكل ده لحد ما يغمى علينا. ايه المتعه بقى؟ يعني هو ده عيد المفروض احنا ايه؟ انا عايز افهم حاجه. ده عيد شم النسيم. ايوه انا عايز افهم حاجه، هو اسمه عيد ايه؟ شم النسيم. لازم تشم فوق. يعني في عز الربيع. ايوه في موسم الربيع فيه. شم النسيم اللي هو تطلع كده في وش الصبحيه وبالليل تقعد في مكان هادي موسيقى. ده اول ما تصحى تجيب بصلايه كده كبيره غليظه وتدقها وتشممها لكل اهل البيت وتحطها على باب الدوار. هي البصله دي اسمها نسيم عندكم؟ يعني هو ده نسيم اللي بتشموه؟ هو ده شم النسيم، لازم تشم بصل وملوحه. لا حبيبي بص اقول لك حاجه، لو انت ناويه باذن الله ان شم النسيم اللي جاي اول شم نسيم مع بعض ان انت تعملي فيه الكلام ده، فهتعمليه انت ونرجس وسعديه في البيت. اكيد. وما انا هبقى بره البيت. انا مش هقعد في الكلام ده تراث. اعملي تراثك مع نفسك. ارجع البيت الاقيكي رشه معطر وغسله الارضيه عشان الريحه بتبقى صعبه جدا. عارف ريحه الفسيخ دي بتبقى غريبه جدا ما بحبهاش، وانت عارف انا مش بطيقها. مش عايز تحس بالعيد انت؟ لا انا مش عايز احس بالعيد بتاعكم ده. انا هاخد صحابي وهنطلع بالعربيه يا باشا، نطلع على المقطم بالليل ونجيب العصير بتاعنا ونجيب الفراخ بتاعتنا ونعمل باربيكيو ونقعد كده ونسمع الموسيقى الجميله في العربيه وننتخ. ايوه عيد ايه ده؟ هو ده اسمه شم النسيم. انت بتبقى قاعده ما بتعمليش اي حاجه غير ان انت يا اما بتاكلي اكله جميله، بتشربي حاجه انت نفسك فيها، بتفردي رجليكي، تستقبلي الهواء الجميل كده. هو ده اسمه شم النسيم. احنا لما هتعمل لك شم نسيم انت مع نفسك مع خيالك. انا بعمل شم نسيم مع خيالي. في مصري عمل اللي انت هتعمله ده؟ انا بعمله كل سنه يبقى فيه. ما بحبش انا الاكل ده. انا اكل حاجه مميزه، اكل حاجه، اطلع على المقطم اجيب لي شويه سوشي، سوشي فراخ ونعمل باربيكيو. ايه السوشي ده؟ مش عارف عرق فليت ونعمله كباب كده يعني كده، ونشرب لنا حاجه شم النسيم كده، حاجه ساقعه كده ده في شم النسيم؟ شم نسيم طبعا. الشمس ضاربه في وشي. يجي ده ابوك على الرنج. ايه هو اللي انت بتقوليه ده؟ الرنج، شايفش العربيه الرنج دي اللي قدامنا؟ ايه ده انت قصدك على الرانج روفر؟ ازاي؟ وهي بيه اسمها رانج؟ ايه الرانج روفر دي؟ ايوه رانج، العربيه الرانج خالي جايبها يدخل فيها في بلد كده سد الحاره. مش فاهم انا والله. يعني انت تفكرني عارفش الرانج؟ رانج روفر دي يا بنتي من افخم العربيات، يعني ما توقعش ان انت تعرفيها بصراحه. معرفهاش ليه؟ خالي جايبها. ده في الصعيد عندنا احنا بنركب احسن عربيات وبيوتنا قصور. مش عرفك انت؟ ماشي يا ستي، بس بصراحه غريب عليا ان انا الاقيك عارفه الرانج روفر يعني. رانج؟ لا رانج دي في لازم تغير في اسمها انت يا ستي. هي اسمها رانج روفر. ما كل من ساعه ما نزلت كله هيقول الرانج. هي احلى رانج. راحت الرانج جت. يلا يا ضنايا يلا، تاخرنا على ايه يا بنتي؟ بص بقول لك ايه، الجو حر. ايوه حر وانا فاصل وبص خلاص يعني. ما عشان كده انا مش هتقل عليك، خلينا نجيبوا الحاجات التقيله، خلينا نجيبوها في البلد عشان الجو حر ما تبصش اتعفلت. ايوه يعني انت عايزه ايه دلوقتي يا منى؟ هات لنا بس حاجات بسكويت العيد. حاضر. برافو عليك. انت هتعوزي قد ايه بسكويت؟ يعني انتوا كام حد بالظبط اللي هتجيبوا الحاجات دي؟ وانا مش عارف ابوكي ليه هو اللي ما يجيبش الحاجات دي يعني. ابويا يجيب الحاجات مش هما بيوجبوا مع ابوكي؟ يعني ابويا يجيب الحاجات دي وانا متجوزه؟
مش هم بيجيبوا لك انت ولا بيجيبوا لابوكي؟ بيجيبوا لابويا. طب وانت تجيبي ليه؟ لما يجيبوا لك حاجه انت بيلك بيت، لما حد يجيب لك حاجه، مثلا انت قلت بيجيبوا لك ملوحه وفسيخ انت بتحبيه في شم النسيم، يا ستي ماشي، هم قدروا مراتي وجابوا لها، انا هجيب لهم حاجات في شم النسيم. عايزني ابقى متجوزه راجل قد الدنيا وابويا اللي جه. يا ستي وانا اتجوزتك واتجوزت بيتك. هم بيوجبوا مع ابوكي، انا مالي. يعني ايه يعني بيوجبوا مع ابويا؟ هم جابوا لك انت حاجه؟ انت عايش تعيد ولا ايه؟ لا مش عايز اعيد. يعني ايه معيش تعيد؟ يا ستي مصاريف العيد تقيله قوي. ايوه انت معاهم في كل حاجه يا اخويا، وداخل لي معاهم وطالع لي معاهم، وعند العيد تقول لي مش هصرف. مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، اكتب الطلبات. هنعيد يعني هنعيد. هتعوزي ايه؟ لخص يا بس. يلا اقول لك الطلبات. هنجيب طلبات الكحك العيد، بس ده بتاع طبعا عيد الفطر. ثواني كحك العيد بتاعنا. عايز تسال عليا؟ بالراحه. بالراحه. يعني لما تيجي تقولي طلبات قوليهم بالراحه. هقولهم بالراحه. تمام. ماشي. وما تافوريش. مش افور ايه يا ولدي؟ ده احنا هنجيبوا طلبات الكحك بس. ماشي على هادي كده، عشان انا داخل على عيد وداخل على حاجات كتير، فبعد اذنك يعني كده. لا دول يعني دول طلبات عيد الفطر بس. ماشي ما انا بقول لك في الحنين بس عشان المصاريف، انت شايفه الدنيا غاليه ازاي. ماشي في الحنين. قولي. رطلين سمن بلدي، شكرتين دقيق، 4 كراتين دحي. ايه اللي انت بتقولي؟ ايه رطلين سمن بلدي؟ انت مش قلت هنجيب كحك العيد؟ مين اللي يجيب كحك العيد؟ احنا هنجيب كحك العيد. انا هعمل كحك العيد. تعملي كحك العيد؟ امال ايه؟ امال انت فاكر انت هتقلبي لي الشقه مخبز؟ نهارك اسود. الكلام ده تعمل في البلد لما تبقي في البلد. نهارك اسود. انت عايزني اجيب حد يعمل لي اياك ولا اجيب من بره جاهز؟ لا 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 لا، ايه هو رطلين؟ انت عارفه الرطل السمن البلدي اللي هو قد كده بكام؟ هتجيب رطلين يا مينا. مش هجيب انا رطلين. هتجيب رطلين يا مينا. اللي انت تخبز مصر كلها رطلين سمن بلدي. هنخبزوا كحك وهنخبزوا الشمش وهنخبزوا فايش، كل حاجات العيد هتتخبز. ميرنا بقول لك في الحنين يا ميرنا. في الحنين اخرك معايا علبه سمن روابي. يا لهوي، عايز نعمل بسمنه اصطناعي؟ مال السمنه الاصطناعي؟ ما كل بيقول روابي دي زبده اسمها سمنه فلاح. ماليش دعوه، انا اللي هيقولوه، انا اعمل الوكل بتاعي غير بالسمن البلدي. يلا بس. ايوه انت هتخبزي الكلام ده في الشقه؟ انا عامله عليك ومقلله لك يا ولدي الطلبات كده. مقلله مال؟ لا يا مان، انت اوفر قوي في الطلبات، كل طلباتك كلها اوفر. انا اخر مره ساعه مشتريات رمضان انت عارفه انا صارف، انت عارفه كام؟ صارف 17000 جنيه. ما عادي يا حبيبي، دي 17000 جنيه في طلبات احنا ما كلناهاش. طب وايه يعني؟ اخواتنا اكلوهم يا ست بألف هنا. كانك انت كلت بألف هنا. انا حد هيجيب لي ب 17000 جنيه؟ ايوه بيجيبوا لنا، ولا عمرهم قصروا معانا. طب لما نشوف يا اختي هيجيبوا لك ايه على ايه؟ هيجيبوا لنا. انا هفضل على الباب كده واشوف مين اللي هيجيب لك ومين اللي مش هيجيب لك، وهكتب هو اللي ده فلان جاب كذا ولا فلان. هيجيبوا لنا في البلد. لا ماليش دعوه، انا خدت لهم من بيتي يجيبوا لي في بيتي. عايش يودوا لابويا. يودي لابوهم براحتهم، يودوا له واجبه. انا دلوقتي تريكي بيت وليك راجل صرف. انت مش قلت لابوكي انا متجوز راجل؟ أيوة. وما تجيبليش انت حاجه ابويا جوزها ولا يجيب لي؟ كد الدنيا. طيب خلاص يا بابا، انا دلوقتي بدل ما انا اللي جبت لك يبقى اللي يقدرني انا، يجيب لي بيتي. اقول لهم مش راح يرمي في بيت ابوكي. اقول لهم حولوا هيك على بيت جوزي. ايوه ده الصح. ايه بتفهميش في الاصول ياك؟ هي عدتك الاصول انه انت عايزه جوزك يقع ومحدش يجيب لجوزك حاجه؟ هيودوا لبيت ابويا. انا مش دعوه بيت ابوكي. هو مين دلوقتي؟ انت مسؤوله من مين؟ ابقى روح كل في بيت ابويا. يلا بس يلا عشان بس تاخد. انت شكلك صح هتروحي تاكلي بيت ابوكي. ماشي دي طلبات عيد الفطر. رطلين سمن بلدي، شكرتين دقيق، 4 كراتين دحي، لفة سكر، 5 برطمانات مربى كبير، 2 كيلو فورماسيلا، 10 بواكي شوكولاتة خام، ربع كيلو فانيليا خام، وكرتونة بيكنج باودر، صفيحتين لبن، وهات لي مكبس بيتي فور على شمباص بس. ها اتبسط؟ كل دول؟ ايوه. انت عايزه كل دول؟ ايوه. وعايزه ايه تاني ان شاء الله؟ لا بس الباقي هنجيبوه من البلد، وعايزين بس ايه يجيبوا من مصر بقى، ايه لبس مصر بقى. عايزه جلابيتين كده يكونوا مليانين ورد كده وحاجات حلوه. مش جلابيتين لي انا، والبت نرجي جلابيتين، والبت سعديه جلابيتين. بنت وانا اتجوزتك وفي جوازنا خدنا هديه يعني عليكي نرجس وسعديه وايمان ومش عارف.
هو انا صحباتي. انا مالي بيهم، انا دول. صحباتي. انت عايز يعني هتعوزي برضو لبس؟ يعني انت هتعيدي معاهم بلبس جديد امال انا عايز وباكل ايه؟ جديد. الاكل ده بتاعهم يا ولدي. وده غير اكلنا احنا. اكلنا احنا، انت فينك وفين الفطار بتاعنا؟ وانت اللي تخبزي في الشقه. اي. وفي شم النسيم هتاكلي فسيخ ورنجه وبتاع. اكيد. ماشي. اتفضلي. ايه ده؟ ده مفتاح العربيه. ايه؟ بيعيها. بيعيها. انا اللي بقول لك اهو، بيعيها واصرفي وتدلعي واعملي انت واصحابك اللي انتوا عايزينه وما تجيش الشقه. خديها واطلعي على بيت ابوكي. انا مش قاعد. بصي انا مش هعمل معاكي حاجه. إيه اللي هتقوله؟ بصي بقول لك ايه، انا مش هعيد ولا عيد مسلمين ولا عيد مسيحيين. ايه اللي هتقوله ده؟ بس يا شيخه بس ده انت تجيب الضغط. تعالى يا ولد.